بيقضي 80 سنة في صنع خزنة ما يقدرش أي حد على وجه الأرض إنه يكسرها، وده بيسموه صانع الأقفال الأسطوري. ولما صنع الخزنة دي حبس نفسه وغرقها في أعماق البحر، وقضى حياته كلها على أمل إن أي حد يقدر يفتح الخزنة بتاعته. وهنا بيظهر الشاب ده بعد 100 سنة، شاب عبقري وقدر إنه يفتح خزنة بنك في 8 ثواني بس. ونشر الشاب ده مقطع فيديو تعليمي على الإنترنت، لكن محدش استجاب ليه. وفي يوم جات له رسالة بريد إلكتروني غامضة بيتم فيها دعوته عشان يشترك في مسابقة لفتح الخزن المستحيلة. وفعلا المسابقة بدأت وكان حدث كبير جدا، واتجمع المتسابقين وبداوا يفتحوا الخزن وكسروا الخزنه الاولى على الرغم من ان هم كانوا متاخرين 3 دقائق. قدر الولد انه يدخل للجوله الثانيه، ولما جه المستوى الثاني الامر كان صعب، لكنه ما اهتمش وواثق من نفسه، وفعلا فتحوا الخزنه. لكن المسؤولين شغلوا موسيقى ديسكو في الجوله الثانيه عشان يقللوا قدرتهم على السمع، وما يقدروش يعرفوا صوت المعدن وبالصدم بالقفل، لكنهم برضو قدروا ان هم يفتحوا الخزن، وخدوا من الوقت دقيقتين بالظبط في فتح الخزن بنجاح. وقدر الولد انه يدخل الجوله النهائيه، لكنه اكتشف ان اللي كان بينافسه هو صانع الأقفال